ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل فطار او عشاء صحي جدا 100% ولذيذ جدا. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هدير. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. لو عندك موزه وقربت تبوظ تعالي نقولك نعمل بيها ايه. اول حاجه هنهرس الموزه دي كويس جدا، وهضيف عليها 4 معالق كبار او 3 معالق كبار من عسل النحل. طبعا العسل هنا اختياري، ممكن يزيد او يقل حسب رغبتك اللي انت بتفضليه. هقلب بقى الموز مع العسل كويس جدا. وفي الخطوة دي ممكن تحطي قرفة، انا هنا نسيت احط قرفة. لو انتي بتحبي القرفة حطي معلقة كبيرة من القرفة، مش بتفضلي القرفة في الاكل يبقى استغني عنها. وبعد كده هنزل بنص كوباية من الشوفان، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا لحد الشوفان بتاعي ما يشرب الموز ويشرب يمتصهم كده السوائل اللي موجودة في الموز وكمان العسل. بعد ما قلبتهم كويس جدا ووصلنا للخليط التحفة ده، هجيب قوالب الكب كيك. اي قالب كب كيك متوفر عندك جيبيه، رشي فيه شوية زيت، ادهنيه شوية زيت كويس جدا عشان ما يلزقش. حابة تحطي ورق الكب كيك قبليها اوكي برضو اللي يريحك. بعد كده بقى هبتدي اوسع الخليط في قوالب الكب كيك بالشكل اللي باين عندكم في الفيديو. انا في الخطوة دي كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. بعد ما هساوي الشوفان في قوالب الكب كيك، هيدخل على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة بالظبط، هيدخل الفرن. بعد كده بعد ما يخرج تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. هنا انا كنت بسويه كويس جدا بحيث ان هو يغطي الطبقة بتاعتي، لان قالب الكب كيك اللي انا مستعمله المرة دي فيه زي تجويف. التجويف ده هيساعدنا جدا ان احنا نحشي فيه. ده الشوفان بتاعنا والموز بعد ما خرج وطلع من الفرن سيبته يهدى كويس قوي، يعني برد تماما. بدأت ان انا احط في النص زبادي يوناني. بعد كده قطعت بقى الفواكه المتوفرة عندي وبدأت ازين. انتي ممكن تاكليه كده من غير فواكه ومن غير ما تحطي زبادي، بس الزبادي اداله طعم مختلف و... ونقله كده في حتة تانية خالص، يعني خليه تحفة فعلا. كان عندي كيوي، قطعت كيوي وبدأت احط في كل واحدة كده كيوب زي بالشكل بين عندكم. بعد كده كان عندي كمان بلو بيري حطيته. حبيت ان انا ازين كل واحدة بنوع فاكهة مختلف، انتي ممكن تزينيه كله بنوع فاكهة واحد. ودي كانت نهاية وصفتنا، مفيدة وتحفة وصحية، خصوصا الاطفال اللي مش بتحب الموز ممكن تدخلوا الموز في الوصفة دي. ما تنسوش لايك والشير. انتظروني في فيديو جديد. باي باي.